السلام عليكم. فرحة وجنون الإعلامي عمرو أديب بعد فوز هولندا على السنغال في كأس العالم. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ عطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بعد فوز المنتخب الهولندي على المنتخب السنغالي بهدفين مقابل لا شيء في إطار فاعلية المجموعة الأولى من كأس العالم، فقد دخل على الخط الإعلامي عمرو أديب وقال: أنا النهاردة أسعد إنسان في الدنيا بعد خسارة المنتخب السنغالي أمام المنتخب الهولندي. المنتخب السنغالي دوت اللي كان عامل علينا أسد وفاز علينا في نهائي بطولة الأمم الإفريقية، وكمان خرجنا من كأس العالم بضربات الجزاء. هي دي السنغال اللي كانت عاملة بعبع إفريقيا. هولندا عملت معاها الصح النهاردة وأخدت بطار كل المصريين، وكل المصريين النهاردة كانوا مستنيين هولندا تكسب السنغال عشان احنا المفروض اللي كنا مكانهم، وكان زمان ابو صلاح هو اللي بيلعب. والله يا جماعة انا حزين على المنتخب المصري اللي شفناه قدام بلجيكا، اللي كسب بلجيكا المصنف الثاني على العالم. كان قادر يعمل حاجة النهاردة قدام هولندا. انا شايف هولندا مش بعبع ولا حاجة، بس هقول لكم اللي بيحصل للمنتخب السنغالي من اصابة ساديو ماني واصابة المدافع الشمال، والمصايب اللي عمالة تنزل على مدرب المنتخب السنغالي اليو سيسي، كل دوت بسبب دعوات المصريين على السنغال. وبقول لكم احذروا لعنة الفراعنة، وانا بقول لكم السنغال ما عادتش هتشمها تاني ولا هترجع تاني بعد دعوات 120 مليون مصري. ده انتوا حرقتوا قلوب كل المصريين سواء الكبار ولا الصغار. الناس كلها كرهت الكورة بسببكم. وفي النهاية لا تنسى الاعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.